طبعا يا جماعه احنا المره اللي فاتت لقينا بيت الرعب واحنا ماشيين، فرايحين له احنا دلوقتي في السكه اهوت، وهنشوف بقى ايه اللي هيحصل. عايزين نلاقوا مثلا ايه هناك موتور 8 سلندر، حاجه جديده كده، اي حاجه مختلفه يعني. بس دخلنا عليه كده اهو، بوابه مقفوله، بس انزل كده بقى ايه هنفتحوا البوابه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ياه عم محسن، فين ايامك يا عم محسن؟ بس يا عم محسن وحشنا يا راجل، شفناهوش بقالنا فيديوهين. وحشنا يا راجل. طيب ما نطلعوا كده نخش، مش شايف حاجه في الباص جوه. ايد نور كده الداخليه كده. يا الله ينور عليك، اركن كده اركن. ايه ده؟ انا في حاجه خبطت فيها، انا في حاجه خبطت فيها. تلفزيون يا جماعه اللي حاطينه جوه. يا لهوي احنا اتحشرنا ولا ايه؟ اتعدل بقى كده. ايوه بس خلاص تعادل يا عم، الحمد لله كده. بس طفي لي بقى كده، تعالى ننام عشان الصبح يطلع، عشان مش شايفين حاجه بالليل. كمان البيت هيبقى مخيف طبعا بالليل. مش هينفع. بس كده انزل لي بقى من الباص. صباح الفل يا عم محسن، وحشنا يا جدع حبيبي، عم الدنيا عم الناس. ايه ده الباب متورب كده ليه؟ افتح يا معلم. عم محسن ايه ده؟ بس ده اعمل لنا بقى ايه اعلان بقى وكده، دعايه وكده. حبيبي حبيبي الله يخليك حبيبي، اتهنى بقى. حبيب قلبي حبيبي يا عم محسن ده، حبيب قلبي حبيبي. يلا بينا نخش نشوف في ايه بقى جوه بقى. احنا كفايه لحد هنا، ارمي لنا التابوت ده كده. عايزين موتور 8 سلندر، موتور حاجه جديده يعني. ده هات لنا طب عدد الحمام دي بالمره كده عشان عايزينها، هنحتاجوها برضو. ممكن نعمله حمام كده فيها. بالمناسبه يا جماعه انا جبت خشبه، يعني جبت خشب كده معلقه على جنب الباص من هنا اهو. هنعمله بقى ايه حمام، هنقفلوه في الباص من ورا، هنشوفه دلوقتي. بس ايه دخلوه لنا بس كده الاول كده، هنحطه هنا مؤقتا بس في الحته دي كده لحد ايه ما نظبطوا الكلام كده يعني. بس شكلي فيه لوت ياما قوي جوه، انا حاسس بريندر في اللعبه مرندره فيها سنه لاج كده. البيت شكله مليان ايه منظار، مش مهم عادي. ايكي احنا معانا ايكي في الباص، اسيبه مش عايزينه. ساعات بيبقى في حاجات جوه في المدفأه دي كده، الدفايه دي مفيش حاجه فاضيه. في هنا حاجه الاول. ايه ده يا جماعه؟ ده رجل واحد يا جماعه. عم محسن شكله اكل واحد هنا وسايب بيته. ايه كميه التوبيت المبالغ فيها دي يا جماعه؟ يا مسهل يا مسهل يا جماعه. كميه المنظفات دي، حاسس ان انا دخلت محل منظفات. ايه ده؟ عربيه تسوق كمان. قالوا بقى ايه مش عايزينها. طب تعالى ننزل البدروم. ده ايه ده يا جماعه؟ بيضه مقليه اومليت اهي. وجبه برجر هاتها. هو ده ايه ده؟ ده العداد اللي هو الديجيتال. هتقولنا ممكن نحتاجوه يعني نركبوه كمان تاني، نركبه عدادين ديجيتال مثلا بدل واحد كده يعني. عشان طب بقى نطلع من هنا. ايه يا جدعان كل النفق ده يا جماعه؟ ايه ده؟ لا 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 لا، خلينا نلف يا جدعان، نرجعوا من ورا احسن يا جدعان. بس خلاص لفينا من ورا يعني. حصل حاجه؟ ما حصلش حاجه. عم محسن هتفضل واقف لنا هنا كده ولا ايه؟ ريح بقى على جنب، ريح بقى على جنب، ما توجعش دماغنا بقى. قلنا ده ايه عايزين نحطه كده ايه لدخله الباص. لا ايه ده؟ لا انا عايزه يتعدل كده. ايوه بس كده حلو كده. عايزين نشوفوا العربيات اللي هناك دي ايه. ده عربيه مستر بين يا جماعه. العربيه دي قديمه قوي يعني، قديمه جدا، كانت مصنوعه في بريطانيا، بس هي عربيه كرتون بمعنى الكلمه، مش حلوه يعني. بس دي جديده خالص نضيفه هنا. بالمناسبه يا جماعه اللعبه دهيت فيها حاجه غلط، في حتت تبقى فيها لاج. ده في جهاز دوت، لا مش حلو ده. احنا عايزين ديزل. ده في ديزل ده ولا ايه؟ استنى كده، 40 لتر ديزل. هاتهولنا بقى ده برضو. كنا بنقول على موضوع اللاج. ايوه يعني اللعبه دي فيها حاجه غلط على فكره. هي المفروض اللعبه دي لسه تحت التطوير يعني، فيها تحديثات جايه وكده، فاللعبه ديت وحشه بالنسبه للاج. تعال نفول الباص كده بقى فيه 52 لتر. ارمي على جنب كده. ما لقيناش حاجه يعتبر في البيت، ببيت الرعب المره دي كان فاضي يا جماعه. خلينا بقى نطلع من هنا بقى، محتاجين ديزل بطريقه رهيبه يعني، بطريقه رهيبه. 52 لتر دول ما يعملوش حاجه يا جماعه. هم ملاحظين يا جماعه اللعبه دي فيها حاجه غلط يعني. كل ما تروح مكان في لوت مثلا او كده، تقعد تلاقي لاج بطريقه غريبه كده، غريبه جدا، طريقه رهيبه. مع ان مثلا مواصفات اللعبه المفروض انها بتفتح على حاجات مثلا امكانيات حلوه كويسه. برضو نفس المشكله برضو يعني. انا جربت اللعبه ديت على كذا جهاز، يعني جربتها على كذا جهاز، نفس المشكله موجوده في اللعبه برضو. ان انت مثلا تبقى داخل مثلا مكان او كده، فجاه تلاقي اللعبه رندرت ونزلت الفريمات مثلا بقت 20، وانت اصلا المفروض تلعب اللعبه على 70 مثلا او 60 فريم كده، لا تروح هي مفتوحه 20 فريم او 30 فريم. فالمطور بيقول يعني ان هو هيحل شويه حاجات من المشاكل اللي في اللعبه دي، اللي هي مشكله الريندر واللاج وكده. بس اللعبه رايقه يعني، اللعبه رايقه الصراحه يا جماعه. لو بس مشكله الريندر ديت تروح، اللي هي اللاج اللي بيجي فجاه ده يروح، يبقى حلو. ده في تحديثات جديده اصلا نازله اللعبه ديت، تبقى فيها عربيه لامبورجيني وحاجات كتير قوي يعني. وهيغير بقى الطريق بقى، بدل ما هو الطريق مثلا طويل كده وعامل زي زجزاج كده ملوي او كده، هيخليه مثلا في يمين وشمال، تخش يمين او تخش شمال.
زي ما انت عايز. البيتا نزلت بتاعت اللعبه دي. عارفين يا جماعه ان اللعبه دي يعني مطور واحد او 2 مطورين هم اللي عاملينها. يعني اللعبه دي كده يعني حلوه خالص بالنسبه لواحد او 2 عملوها. تقريبا الاتنين اخوات، بس بالنسبه لكميه التفاصيل اللي حاطينها يعني في شركات كبيره مثلا من بتاعت الالعاب وكده ما بيحطوش التفاصيل دي في الالعاب بتاعتهم. يعني انت ينفع تتحكم في اي حاجه في الباص، ينفع تتحكم في اي حاجه في العربيه اللي انت راكبها، تعدل على العربيات، تعدل على المواتير، تحط موتور العربيه دي تشيل موتور العربيه الثانيه. بقالنا شويه ماشيين يا جماعه وبرضه مش لاقيين حاجه. الباص ماشي على 110 اهو. في بيت هناك اهو ظهر يا جماعه، نروح نشوفه كده يمكن نلاقي فيه حاجه. نفسي الاقي عربيه 8 سلندر يا جماعه. هدي بقى كده على جنب كده اركن. ارفع الهاند بريك يا باشا. افتح لنا الباب كده. باب العربيه 8 سلندر. فين بقى العربيه بقى ذات نفسها او الموتور حتى يا جماعه؟ اكسر اكسر يا باشا ولا يهمك. كده مفيش هنا حاجه برضه. استيكرات ومجلات ودي كابوريايه. هات الكابوريايه دي نحطها في التلاجة يمكن نجوع ولا حاجه يا جماعه. حط لنا الوجبه دي كده برضه في التلاجة. اقفل التلاجة يا معلم. العداد ده عايزين نركبوه يا جماعه في اي حته هنا كده. نركبه فين؟ بس كده بالظبط مظبوط كده بالظبط كده. طول ما احنا ماشيين كده يفضل عارض الحاجه قدامنا كده. انا بقى ايه، ننزل نشوف بقيه الحاجه كده. يا جماعه ديزل يا جماعه. الباص هيقطع مننا في الطريق. ده سيف. هات لنا السيف ده محتاجينه برضه نحطوه برضه. ايه يابا حطوه لنا هنا جنب ايه، جنب الترابيزه بتاعت الاسلحه بتاعتنا. بس كده حلو. يلا بينا ندور ونمشي يا جماعه. مفيش حاجه يا جماعه برضه يا جماعه. يا رب يا مسهل. يا لهوي يا لهوي يابا. في ايه يا عم الباص؟ الباص ابو دورين ده دايما كده يفضل يلف حوالين نفسه. يلف برضه مش فاهم في ايه. ابو دور احسن على فكره بالنسبه للي هو الوقفان وكده، ماشي على الطريق الثبات وكده. ابو دور واحد احسن. الدنيا بدات تليل وما لقيناش حاجه يا جماعه. مش شايف اي حاجه بعيد حتى كده خالص. عايزين ديزل يا جماعه. بالمناسبه يا جماعه لو حد عنده اقتراحات ان احنا نحط حاجات جديده مثلا في الباص او كده، يعني نعمله مثلا مكان جديد او كده، او مثلا فكره تبع المطبخ او تبع اي حاجه، يقول لنا في التعليقات. وهعمل ترابيزه هنا ايه للي هيكتب تعليق هحطها فيه كمان. اعملها مثلا ايه ورايا هنا مثلا هنا كده. اي حد يكتب تعليق مثلا فكره او حاجه في اللعبه، هاخد التعليق بتاعه واحطها ورا هنا في الحته اللي ورا دي. اعمل ترابيزه كده. يا سلام على الروان. ودي ودي ودي. ايوه يا باص. ايوه يا باص يا جامد. مشكلته يا جماعه ان هو اخره 70 يعني 80 كده. عايزين بقى نحط له موتور ال 8 سلندر. موتور ال 8 سلندر ده لو اتحط له هيخليه سريع فريره بمعنى الكلمه. هيظبطه على اخر موتور ال 8 سلندر ده. بدل ما هو يمشي على 60 و70 والكلام الغريب دوت، هنروح احنا ايه هنخلوه يمشي ممكن على 100 وحاجه. في نفس الوقت هنركبه على موتور ال 8 سلندر تيربو وكده يعني. بس هيبقى محتاج جاز، فممكن نبقى ندور على جاز. الدنيا ليلت علينا وبرضه مش لاقيين حاجه. والباص زمانه بيشطب البنزين خلاص. لا بصوا يا جماعه عداد البنزين خلاص بيفنش يا جماعه. بصوا عند صباعه ده اللي هناك. ده برج. ده برج مش هنلاقوا فيه حاجه قد كده بيبقى فاضي. طب هات دي كده يمكن نلاقوا فيه ديزل ولا حاجه يمكن. يا عم انزل نبص كده. يطلعوا له منين ده يا عم؟ انا مش شايف حاجه. فاضي يا جماعه. في عاصفه داخله علينا عايزين نلحقوا نبعدوا عنها. لو في شايفين العاصفه هناك اهي. لو جت علينا هتبهدلنا. ابوس ايدك شد بقى يا عم الباص بقى. مش فاهم في ايه. ما بيشدش خالص. بيفضل واقف عمال واقف على سرعه معينه. الاتوبيس ابو دور بقى يا جماعه بيبقى ايه اسرع وثابت على الطريق اكتر. يا لهوي. هدي 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 يا جدع هدي. انا شفت حاجه اختلت بقى وانا ماشي كده وانا معدي. يا عم هدي بقى والدنيا بتشتي كمان. شغل المساحات كده. ايه اللي طالع ده؟ وقف يا عم كده. بيرجع كمان بصعوبه قوي يا جماعه. ده مطعم برضه مطعم. طب وقف كده. طفي الموتور. عايزين نناموا بقى يا جماعه عشان نصحوا الصبح كده عشان مش شايف حاجه. بس كده ايه قرب كده بقى شويه. بس شد الهاند بريك. يا رب نلاقوا حاجه هنا بقى عدله بقى يا جماعه. جاز واويل. تربو يا جماعه. بس ده تربو اللي هو الكبير كمان. خلينا نركبه على الباص كده. نفتح كده. حط لنا كده مثلا ايه. حطوا لنا هنا كده. لا هنا يبقى طالع من هنا من الحته الفاتحه دي. خلينا نركبوه من الناحيه التانيه يا جماعه. بس افتح ده كده. ركب يا معلم. بس كده خلاص. كده المفروض الباص هيبقى سريع يعني. خلينا نشوف هنا في حاجه في المكان اللي هنا ده كده. ده تلاجه. لون بامبي. لا مش محتاجينه. مفيش حاجه يا جماعه خالص يا جماعه هنا. طب كسر ده كده. يا عم بالراحه يا عم. ايه ده؟ تلاجه. ده ايه اللي جوه ده؟ جاز. ايه حكايه الجاز؟ وايه كميه المنظفات ده يا جماعه؟ وانا دخلت محل منظفات بالغلط ولا ايه؟ ايه ده؟ باب جرار. صدقوا ممكن يفيدنا. انا في حاجه بس ايه مش متاكد منها في دماغي كده عايز اعملها. يعني ممكن مثلا اعمل لها ايه. اعمل باب الحمام جرار. بصوا كده فاهمين قصدي يعني كده.
كده كده، فاهمين قصدي؟ اخلع دول كده، خش جوه كده، ايه نحط ده في النص كده هنا، عايزين نخلوه بس ايه مظبوط بالظبط كده بالظبط. خلينا نشوف كده، يعني مش بطال. هنجيب التانية دي حطها لنا كده ايه هنا كده، يعني على قد ما قدرت يعني اتظبطت على قد ما قدرت. هنا بقى عايزين نحاول نحط الباب، يعني نحاول نحط الباب اللي احنا لسه جايبينه ده، هنبقى نظبطوه يعني، بس ايه هنجربه بس الاول نحطوه جوه بس نفع، بس ايه يعني ايه اعتبروه كأنه مظبوط، يعني هو ايه بيفتح لبره كده يعني، بس يلا اهو عادي. حلو كده جميل. عامل حتى شبه ايه الحمامات بتبقى دايما ايه من تحت كده باينه كده، فاهمين قصدي كده يعني. حلو شغال شغال، بس يعني ايه ما طلعناش هنا بحاجه مفيده يعني. هو في فوق هنا مفيش حاجه. لا تعالى بقى نجربوا الباص بقى نشوفه هيجيب كام. هو كان بيجيب 60 و70. امشي يا عم كده يا عم. ايوه. لا لا بس انا حاسس ان الباص عمال يفرق. هو جايب 60 70. لا 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 بيشد يا جماعه، داخل على ال 100 يابا يا جدعان، ده ماشي على 115 113. بس هنا في طلعه هنا فايه هيعافر شويه. يا لو كنا نلبسه في العمود يا لهوي، كنا ندخله في العمود يا جماعه. بس ايه دخلنا بالعربيه اللي ورا. طب ايه اتزنقنا ولا ايه؟ انه الحظ يا ساتر. يا لهوي الموتور بيولع يا جماعه، الموتور بيولع يا جدعان. يا عم بقى يا عم بقى ارحمنا بقى يا عم، هو في ايه طيب يا جماعه؟ طب ايه طب اتحشر كده خلاص كده الباص مش قادر يمشي يا ابني. يا ابني مش راضي يا ابني امشي بقى يا جدعان. يا لهوي يا لهوي، يا بعد معاناه يا جماعه. انا فكرت خلاص راح مننا. الحمد لله. الباص كده ماشي على التاني وجايب 90 اهو، جايب 180. يا لهوي هننزله تحت ولا ايه؟ يطلع كده فوق تاني. شغل لنا النور كده يا ابني. وايه حكايه الشتاء؟ الشتاء ياما قوي يا جماعه، كل شويه الدنيا تشتي. واضحه وحش الشتاء يا جماعه، يعني بالنسبه للحر اللي احنا شايفينه اليومين دول. بحب الشتاء. انا واحد من الناس كان بيحب الصيف يعني. اليومين دولت ما بقاش نافع الصيف معانا، بقيت بحب حاجه اسمها شتاء. يقول لك الشتاء السنه دي جاي صعب. بالمناسبه انت بتحب الشتاء ولا الصيف؟ شكلك من الناس اللي بتحب الصيف. انا كنت من الناس اللي بتحب الصيف، دلوقتي بقيت بحب الشتاء. وبعدين يا جدعان وبعدين مش هنلاقوا بيت بقى ولا مبنى ولا اي حاجه ولا يا جماعه؟ بالمناسبه يا جماعه لو حد عنده اقتراحات لتطوير القناه اكتر يعني والمحتوى وكده والجوده، يا ريت تقول لنا على الحاجه اللي انت اتضايقت منها في الفيديو او كده. طب يا جماعه حلقه النهارده بقى كده خلصت، هنكملوها بقى ايه، هنكمل في الحلقه الجايه. هنشوف بقى لو لقينا العربيه 8 سلندر عشان عايزين الموتور بتاعها. ويا ريت لو الفيديو عجبك تشترك في القناه، ولو عندك اي اقتراح في اللعبه ديت او اي تعديل في الباص هنا يا ريت تقول لنا عليه. ولو في حاجه مثلا ما عجبتكش في المحتوى او كده يا ريت تقول لنا عليها برضه عشان اطور من المحتوى اكتر واحاول اطور جوده الفيديوهات على قد ما اقدر. وقريب جدا يعني يا جماعه ان شاء الله هيكون في تطور في المحتوى وفي الجوده بتاعت الفيديوهات. عايزين حاجه؟ سلام.